بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لونا حياتنا بألوان الربيع. كل سنة وحضراتكم طيبين. مش هنسيب أي فرصة غير ونفرح بيها اللي حوالينا ونفرح ولادنا. طبق كده من التسالي بسيط جدا، شوية فول سوداني على شوية شوكولاتات، مش لازم شوكولاتات كمان، ممكن توفي، حلاوة كده، أي حاجة حلوة محلية. ولونا الترمس كمان بالألوان الصناعية المصرح بيها، ولونا البيض، وطبق كده من الفواكه بألوان الربيع. حاجات بسيطة جدا، الفاكهة رخيصة دلوقتي في السوق. وشوية شيبسيهات على شوية كنزات، مرة كده تفرحي بيها أولادك وتفرحي اللي حواليك. عملنا إيه هنا؟ عملنا لونا البيض بثلاث ألوان طبيعية مش صناعية. عندك الكركديه ممكن تلوني بيه، عندك البنجر، عندك كمان حزمة من البقدونس ممكن تضربيها في الخلاط وتحطيها تغلي، هتديكي اللون الأخضر الطبيعي جدا جدا. طيب هنعمل إيه كمان دلوقتي؟ احنا مش هنسيب اي فرصة غير ونفرح بيها اللي حوالينا ونفرح ولادنا بأي شكل ونخرج عن المعتاد والطبيعي. غسلنا البصل هنا بقى، وكان التوب او الملك بتاع القعدة اللي هو الفسيخ والرنجة. احنا جبناهم بصراحة جاهزين ومخليين، مفهومش اي افتكاسة. بصوا حاجة كده جاتوه، بصراحة جاتوه. اصحاب بقى اليعة والقرشية يمتنعون ويبعدوا عن الفيديو ويسيبونا احنا بقى بلدي بلدي وحركات كده. طيب بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا يعني حركات، حاجات حلوة جدا جدا. بصوا حبيت اوريكم اصحاب القلوب الضعيفة يا جماعة يطلعوا بره الفيديو ده. بصوا حاجة كده حلوة جدا. بصوا الرنجة عملتها بقى علشان خاطر الحدوقية والكلام ده كله، ما حطيناش ملح خالص، لا حطينا بس طحينة، وعملناها سلطة رنجة علشان خاطر تخف الحدوقية بتاعتها. عايزة تعمليها سبريد وتضربيها في الخلاط براحتك خالص. حاجة كده تحفة جدا وبسيطة جدا، وما فيهاش اي نوع من انواع التكلفة. بصوا بقى، دي حتة كده حبيت ان انا استحوذ بيها لنفسي، حبيت استحوذ بيها لنفسي كده. بصوا بصوا بصوا، حاجة كده من ورا العقل ومن ورا الخيال بصراحة. يا جمال، يا جمال سيدنا النبي، بجد يا جمال سيدنا النبي. يلا بقى نبعد عن الهم والغم والحزن والزعل والحاجات دي، وننسى اي حاجة وحشة، ونفكر بقى في حاجات تفرحنا. خلاص مش هنفكر في حاجة غير ان احنا نفرح وبس. خلاص اللي راح راح، واللي حصل حصل، وربنا يصلح لنا الحال، ونفرح ولادنا ونفرح نفسنا. وعصرة الليمون دي اللي تودي الدنيا في حتة تانية. بصوا بقى حاجة كده يعني، الله أكبر. طبعا انا ما عملتش الحكايات دي في اول ايام العيد. قلت خلاص بقى هناكل الفسيخ والرنجة، لان برضو الفسيخ والرنجة بيبقى اكلة مكلفة شوية، نخليها على شم النسيم علشان يبقى تغيير. يبقى الكحك والبسكوت في العيد، والترمس والفسيخ في شم النسيم. عملت ايه هنا؟ جبت الترمس الحلو، ما جبتش الترمس المر، بليته 12 ساعة من بالليل للصبح، 12 ساعة. بعد كده غليته حوالي ساعة، غيرت المية بتاعته طبعا بعد ما غسلته، وغليته حوالي ساعة ونص، ما خدش مني غير ساعة ونص كده. بصوا استوى وبقى حلو. غسلته بقى وغيرت المية برضو، وحطيت له الملح بتاعه. وهبدأ ان انا اخد في بولات واحط الالوان الصناعية المصرح بيها الصحية في بولات، مش حاجة يعني، ألوان كده تدخل بقى البهجة والحركات والحاجات الحلوة الجميلة اللذيذة. تمام، نقول تمام. هتنقعي برضو في الملح شوية، بحيث ان هو يعني حوالي ساعتين في الملح كده. جبت بقى البولات بتاعتي، وحطيت في كل بولة كده كبشة من الترمس، ولونتها بالألوان الصناعية اللي عند العطار عادي جدا. ألوان بقى حسب ما انت حابة يعني، براحتك بقى اختاري وحطي وبراحتك خالص. عملت اللون الأخضر واللون اللون البنفسجي واللون الأحمر وكده يعني.
ظبطت الدنيا. وعملت كمان شوية كده، خليتهم بقى في اللون ده برضو حوالي ساعة او ساعة ونص كده، حاجة زي كده، بحيث ان هو يشرب من اللون. خليت شوية كده على جنب كده من غير الوان، لان انا ما بحبش الالوان بصراحة. بصوا، وده اللون الاحمر كان رهيب، اللون الاحمر كان بجد تحفة جدا. احمر، اخضر، ازرق، اللي انت حباه حطي بقى زي ما تحبي الالوان، ورخيصة جدا الالوان دي على فكرة وصحية. نبدأ بقى نعمل ايه كمان. بص الالوان، بصوا 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 بصوا، خليتها حوالي ساعة ونص في الالوان دي، بحيث ان هي تاخد وتشرب وتدي في الالوان. وعملت طبق كده الوان مشكل، بحيث ان هم يعني ايه يفتح نفسهم او يجذب الاطفال، او يبقى حاجة حلوة كده. بصوا، لونا البيض ولونا الترمس، لونا حياتنا، ونسينا اي حاجة زعلتنا او هتزعلنا، وعشنا اللحظة يعني. خلاص، هنزعل على ايه بقى؟ ليه نزعل؟ وليه نتيح الفرصة ان احنا نعيش ضغوطات الحياة؟ يلا على البركة. بصوا، جبنا بقى عملنا كده طبق سلطة كده مشكل برضو بالالوان الطبيعية، كل حاجة الوان، كل الحاجات الوان، البصل الملون على على الخيار، على الفلفل، شوية فلفل اسود كده، وشوية بابريكا، وشوية شطة، بحيث انه يبقى سبايسي، للي حابب الدنيا تبقى مشطشطة وسبايسي براحته خالص مع الاكلة دي. والليمون طبعا لا غنى عنه، يعني ربنا يعيننا، الليمون غالي جدا هنا. عملت ايه بقى؟ عملنا خبز الحليب او الخبز الياباني. انا شفت واحدة صديقة ليا النهاردة بتشتري خبز ياباني، فقلت ان انا لازم اعمل الخبز الياباني ده في البيت. حاجة بسيطة جدا جدا. طيب مقادير الخبز ده، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، او خبز الحليب: 2 كوب ونص دقيق، دقيق عادي جدا، 2 معلقة صغيرة خميرة، نص كوب حليب دافي، 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة، 3 معالق كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة برضو، معلقة صغيرة ملح، وماء للعجن حسب الرغبة. تمام، او عايزة تكملي بحليب براحتك خالص. بصوا العجينة طالعة زي اللبان، انا خليتها حوالي ساعة ونص اختمرت، ورحت مقطعاها زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزة تحطيها في الميكسر براحتك، عايزة تعجنيها بايدك براحتك، براحتك خالص. الفيديو النهاردة كامل شامل متكامل. طبق التسالي ده بقى اللي ما خدش حقه، فعشان كانت في البدايات شوية مقرمشات عادية جدا، شوية فول سوداني بسيط جدا، شوية لب عباد شمس، او بيقولوا عليه لب ايه، لب سوري، بيقولوا عليه لب ايه، قولوا لي انتوا. شوية حلويات كده بسيطة جدا ما فيهاش اي افتكاسة. بس كده، وحبيت اشارككم احتفالي بشم النسيم، ومفيش حد بقى يقول حرام وحلال، احنا اي حاجة كده تدخل علينا البهجة والسرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة حلوة في الخير، ولايك وشير، وباي باي.